السلام عليكم ورحمة الله إخواتي وحبايبي، أخباركم إيه؟ إن شاء الله كلكم تكونوا بخير. تعليقات كتير قوي طلبت الصابونة اللي عملنا منها المسحوق. شوف الصورة اللي قدامك وشوف الفرق. دي الصابونة اللي أنا عملت بيها المسحوق البودر اللي معايا في فيديو المسحوق. طبعا الفرق واضح لأن أنا عملت الصابونة اللي عملت منها المسحوق بمكونات وخامات كلها مقاطعة، والنهاردة هنعملها بالبديل، عشان كده في فرق جامد بين الوصفتين. زي ما انت شايفة أنا عملت الصابونة بتاعة المسحوق بالفانيش البودر وكمان الجل والكلوروكس البودر والكلوروكس الجل. هستبدلهم النهاردة بالبيركس بودر وجل كمان. واشتغلت برضو في صابونة المسحوق بالأوكسي، اشتغلت فيه بأوكسي نسيم الشرق ونسيم الربيع. ومعايا هنا نص كوباية من الكلوروكس الألوان السايب اللي بالكيلو. لو عايزة تستبدلي الفانيش بودر وجل والكلوروكس بودر وجل بحاجة تكون قوية زيهم، يبقى الأوكسي تاتش هيكون مناسب جدا كبديل. شايفة كل المكونات اللي معايا، وتعالي نشوف ازاي بنحتفظ بالزيت عشان يفضل ريحته حلوة، ما يبقالوش أي أثر في الملابس لما نحوله لصابون أو حتى نحوله لجل. قشور الليمون وقشور البرتقال وقشور اليوسفي منتشرة دلوقتي، وده الموسم بتاعهم، وكلنا بنشتريه وبنجيبه وبناكله وبنرمي القشور. احتفظي بيها وقطعيها وحطيها في قلب الزيت، او ابشريها قبل ما تقشريها، وخدي البشر بتاعها هيكون افضل، وحطها في الزيت. وعايزاكي بعد كده تعملي زي ما قلتلك، وتبقي تقولي لي اخبار ريحة الزيت عاملة معاكي ايه. 5 معالق كبار مليانة من الصودا الكاوية، ونص كوباية من المية، ومعايا كوبايتين من الزيت اللي انت شفتيه قدامك دلوقتي. كوبايه فاضيه بعد ما دوبت الصودا وهبردها، هنزل في الكوبايه دي بكيسين اوكسي نسيم الشرق او نسيم الربيع اللي موجود عندك، وكيس البيكس الجل، وهضيف كمان جزء من الكلوروكس الالوان اللي معايا اللي انا شاريها سايب بالكيلو. وبعد كده هضيف الاضافات البودر اللي هي عباره عن معلقه كبيره من الزهره البيضاء، ومعلقه كبيره من البيكربونات او صودا الخبز، ومعلقه كبيره من ملح الليمون. هنا ملح الليمون مرطب، وانا شغاله بمعلقه صغيره، فاخدت يعني ايه 1.5 ويمتها كده يعني. كمان هضيف معلقتين كبار من البوركس، يبقى معايا 4 اضافات بودر. هنزل كمان بكيس البيركس البودر، وشوف التفاعل اللي هيحصل. انا هنا مش مهتميه قوي حبيبات البوركس والبودر كله يدوب، انا مهتميه التفاعل بس. تمام كده. انا كده كده عامله صابون هبشره وهحوله لمسحوق، مش هيهمني خالص شكل الصابونه. كمان الصابونه دي مش بتتماسك وبتكون بنفس صلابه الصابونه البلدي العاديه، لا بتكون هشه ومفروله شويه كده او مفتفته شويه كده. شوف التفاعل كده ما شاء الله. طيب كده الفوران اللي شغال ده انا مش هضيعه، انا هاخده كده وانزل بيه على الزيت، وبعدين هرجع اقلب تاني علشان اضمن ان في التفاعل شغال، والحبيبات اللي انا ضفتها بتتفاعل وبتدوب مع بعضها كده. عايزه اخد مفعول كل حاجه يعني. ممكن كنت ضفت كل الاضافات البودر دي على الزيت، ونزلتي بالصودا وحطيتي كل ده في خلاط، او لو عندك هاند بلندر وضربتي كله مع بعضه عادي مفيش مشكله. خلاص هتلاقي كده شويه حاجات كده لسه ما دابتش تحت، هتصفيه بالمصفى عادي. بفضي كل اللي نزل في الطبق، وبصفي اللي كان في الكوبايه بالمصفى، كل ده بنزل بيه على الزيت. طبعا انتوا شفتوا صابونه المسحوق، تقدري تزودي كمان معلقه صودا على ال5 معالق اللي انا اشتغلت بيهم لو تحبي. ده هيخلي الصابونه بتاعتك تتصلب اكتر، وتبقى زي ما شفتيها كده في اول الفيديو، نطره كل مكوناتها بره. هقلبه كويس قوي مع بعض لحد الصودا بتاعتي ما تبرد، وانزل بقى واقلب بالتدريج. وهنا برضو عايزه اقول لك ان الصابون ده بنفس طريقه الصابون السحري، هيتصبن معاكي في خلال 5 دقايق. كل مكوناتك جنبك والقوالب بتاعتك جنبك، عشان الشغل كله هيكون ورا بعضه. الصودا بتاعتي بردت وكان فيها جزء متجمد كده عشان كميه الميه قليله، ما تقلقيش خالص. هتاخدي الصودا اللي دابت والجزء اللي فاضل متجمد، هتنزلي عليه بشويه ميه وتقلبيه. هيرجع يسخن تاني، سيبيه لما يبرد، وضيفيه الصابون وانت شغاله واحده واحده وعلى مهلك. هقلب وهيبتدي يتقل معايا. فاضل معايا اضافه واحده بس، اللي هي ايه؟ الاضافه البودر اللي باقيه معايا، كيس مسحوق بايه او اوكسي اللي موجود عندك. انا جربت بها وعجبني جدا الحقيقه. جربوه برضو قولوا لي رايكم فيه. ومعايا بقيه كوبايه الكلوروكس، قصدي نص كوبايه الكلوروكس اللي انا مش هشتغل بيها كلها.
انا خدت حوالي 4 معالق، وهنزل كمان دلوقتي على الصابون في اخر الوصفه ب4 معالق تانيين. هقلب المسحوق كويس قوي، هيدوب معاكي مفيش اي مشاكل خالص. وبعد شويه هضيف الكلوروكس واقلب. هنا انا ضفت جزء الصودا اللي كان داب، وبضيف الكلوروكس اهوت، وهقلب لحد ما اوصل لاثر. بعد كده هصب الصابون في اي قوالب عندي، وزي ما قلت لك انا مش مهتميه بشكل الصابونه، انا مهتميه بالتفاعلات اللي فيها ونتيجتها النهائيه. اي غطا هغطي بيه الصابون. ده كيس من بتاع الشحن حلو قوي، كان جنبي كده استعملته، ودي النتيجه بعد 3 4 ساعات. هو تماسك عادي جدا، وتصلب برضو زي الصابون السحري عادي بعد تلت ساعه، لكن انا سيبته براحته بقى، مش مستعجله عليه، يعني احنا بنعمل وصفه تانية مختلفه. ما بيطلعش كده من القوالب زي الصابونه البلدي العاديه، بيسيب اثر كده في القوالب من تحت. كل ده انا هاخده هستفيد بيه، وهظبط لك الصابونه. لو انت هتسيبيها صلبه كده يكون افضل طبعا، لانها هتتصبن كويس قوي. سيبيها شهر وبعدين حوليها مسحوق. ولو عاوزه تبشريها دلوقتي وتحوليها المسحوق براحتك برضو، هتبتدي تبشريها وتفرديها كده على صينيه اللي الرطوبه تطلع منها، وبعدين تضيف عليها بقى كل الاضافات اللي احنا حطيناها على المسحوق البودر في فيديو المسحوق. ارجعي له تاني لو انت ناسيه. وان شاء الله باذن الله نعمل فيديو جديد ونحول الصابونه دي البودر تاني علشان تركزوا معايا في الوصفه. انا هنا بظبط شكل الصابونه، وهيبقى شكلها تحفه في الاخر. اتمنى كل اخواتي اللي طلبوا مني وصفه الصابونه بتاعه المسحوق يكونوا موجودين معانا، وتكون عندهم الخامات دي متوفره في المناطق بتاعتهم عشان يعملوا معانا الوصفه. طبعا في ناس هتدخل تكتب لي في التعليقات انت بتشتغلي بخامات المقاطعه. يا جماعه، الناس اللي بتشتغل في الصابون وبتعمل منه وصفات بتكون الحاجات دي عندها بالجمله كراتين، وانا لسه عندي منها كتير، فما فيش داعي يعني. دي النتيجه النهائيه. بحبكم جدا في الله، شكرا والسلام عليكم.